مستر محمد، ازي حضرتك؟ الحمد لله تمام، أنتِ عاملة إيه؟ الحمد لله، ربنا يخليك. في سؤال كده محيرني بقالي فترة وعايزة أسأله بصراحة. إمم. يعني إيه تحط حدود؟ وهل ده يعتبر قسوة؟ لأ خالص الحدود مش أسوأ. كون إن أنا يعني ما باضرّش حد أو ما بأذيش حد، فأنا من حقي إن أنا أعمل اللي أنا عايزه وإن أنا أحُط لنفسي حدود، بالعكس الحدود دي بتحميني أنا، بتحمي نفسي. طب الناس هتزعل مني لما أقول لها لأ، أعمل إيه؟ يعني بُصّي علشان الحتّة دي برضه بيبقى فيها تفاصيل كتير، ولكن خلّينا نكون متفقين على حاجة. اللي بيزعل من اللأ، فده مش بيحترمك، ده بيحب مصلحته. يعني كون إن أنا دلوقتي شايف إن اللأ دي بتزعّلني أنا شخصيًا، فأنا مش قادر أحترم حدودك أنت، فبالتالي أنا بتاع مصلحتي معاك. عايز بس أقول لِك على حاجة، إن في دراسات كتير أوي كانت بتتكلم على الحدود والقسوة في العلاقات، ولكن خلّيني بس أقول لِك بقى على حاجة بتأكدها الدراسة دي، إن الناس اللي عايشين أو عاملين حدود صحية في العلاقة، بيعيشوا بسلام نفسي أكتر وأعلى، وثقتهم في نفسهم بتبقى أعلى. لذلك أنا كلمة لأ هي مش بارفضك، كلمة لأ دي أنا باحمي نفسي، أنا باحترم نفسي، أنا باحب نفسي معاك. طب إمتى أعرف إن أنا محتاجة أحط حدود؟ باختصار شديد وفي جملة واحدة، لمّا تلاقي نفسك بتُستنزف في العلاقة دي، لمّا تلاقي نفسك في علاقة فيها توتر، فيها دايمًا خايف من إن أنت ترفض حاجة أو تزعل من حاجة أو تعمل حاجة بتزعّل اللي قدّامك، فدايمًا أنت قاعد قلقان، يا ربي أرفض والّا أقبل؟ دي علاقة فيها استنزاف، فبالتالي دي علاقة كده أنت محتاج تحط فيها حدود واضحة للي قدّامك، أيًا كانت العلاقة دي إيه، علاقات درجة أولى، علاقات درجة تانية، علاقات لحظية، لازم الناس تحترم حدودي ولازم أنا أكون باحترم الحدود قبل ما هو يحترمها. خدي بالِك من حاجة، إن الحدود مش بتبعدِك عن الناس، الحدود بتحمي علاقتك أنت، الحدود بتحفظ كرامتك أنت في العلاقات.